اقدر اقول ان نجاح فيلم سيكو سيكو كان احد العناصر المهمه قوي فيه هو اختيار علي صبحي اللي قام بدور تاكس. تاكس كان يعني بصراحه حضوره من الطله الاولى كان فارق قوي في الفيلم ومؤثر جدا. روحه حلوه قوي، دمه خفيف، يعني خطف الكاميرا من اول مره. الناس حباه، متفاعله معاه، الدور بتاعه حلو قوي. شاطر، يعني حد شاطر وموهوب، طلته حلوه قوي على الشاشه وتحس ان هو الشخصيه فعلا. غريبه ان انا ما شفتش الحقيقه المسلسل دلوقتي اللي اتعرض في رمضان، لكن لما شفت الافيش بتاع المسلسل ولقيته ده علي صبحي اللي كان في دور تاكس. الحقيقه شكله مختلف تماما عن دور تاكس. اتغير تماما، نظرة العين، الشكل، اللبس، وشه كله اختلف تماما عن شخصية تاكس. وهنا ده يقولك ان احنا قدام ممثل وممثل كبير جدا. لما ترجع كمان لشخصية الرئيس عيد اللي كان في تحت الوصاية مع النجمة منى زكي السنة اللي فاتت، لا تقول ان احنا قدام ممثل يقدر ان هو يغير جلده كل مرة. ولو عرضت لكم شوية صور لعلي صبحي والادوار اللي كان عاملها، شكله في كل دور، الكاركتر بتاعه ازاي بيتغير، هتعرف ان انت قدام ممثل مهم جدا. ملامحه كلها بتتغير وهو بيلبس الشخصية الجديدة اللي بيقوم بتجسيدها. هي علي صبحي إضافة لكل عمل بيدخل فيه، وإحنا قدام فعلا ممثل هايل.